أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا دكتور مايكل الأسواني. أنا بيشرفني وبيسعدني دايما المشاركة في صالون الدكتور مايكل الأسواني الثقافي، وشرف كبير جدا في المشاركة في المهرجان اللي بيعمله الدكتور مايكل الأسواني المواهب العربية. وأنا هقول قصيدة لحظة حب. أجمل لحظة في أيام عمري لحظة فكري ما يجي يقابلك. لو تسمع دقة قلبي، لو تعرف شوقي وحبي، كنت تجيلي وتبقى معايا. لما بشوفك بشعر إن الدنيا خدتني لجنة بعيدة، بتفرحني لما تجيني وبتجرحني لما بتبعد يوم عني. لما بقابلك تضحك كل عيون الدنيا، وشي بيضحك قلبي بيضحك، يشفع عوايده ويفتح بابه. طيب ايه رأيك؟ ما انت بتعرفي طعم الحب لما بيسكن جوه العين، لما بيدخل جوه القلب. بتشوق لك لما بيجي الليل القاسي، لما بيرسم فوق احساسي شبح الغربة، لما يسلط فوق ايامي سيف الوحدة. اسهر افكر تبقي معايا وابعد عني، ياخدك مني شيء مش عارفه. لو اعرف يمكن اقرب يمكن ابعد. لو اعرف. انا دخلت في القصيدة على طول. عايز اقول ان في مشاركه نوه عنها الدكتور مايكل الاسواني، كافيه المذاق العربي الاصيل، وده ان شاء الله هنبدا بيه ان شاء الله. طبعا احنا ما حددناش لسه الميعاد، الدكتور مايكل بيجهز له من دلوقتي. بنعود بيه للطرب والاصيل والفن الاصيل. ان شاء الله هنبدا فيه باذن الله. يمكن احنا هنلف بيه اماكن كثيره، منها دار الاوبرا المصريه. في كافيه في دار الاوبرا المصريه هنجمع الاصدقاء والاحباب وسط تخت عربي وشرقي، نعود به الى الفن العربي الاصيل اللي احنا افتقدناه، والاذن بقى تسمع الطرب الاصيل اللي مش موجود دلوقتي. والشباب، وبندعو طبعا بندعوكم وبندعو الشباب ان هم يا ريت يسمعوا معانا الطرب الاصيل، وبعيد عن المهرجانات والاسفاف السمعي والاذني اللي موجود حاليا. فطبعا هذه المبادره من الدكتور مايكل الاسواني بشكره جدا عليها. وهو طبعا الدكتور مايكل بجانب رعايته للمواهب والاطفال بيرجع لينا برضه نعود لزمن الفن والجميل الاصيل والطرب الاصيل. وان شاء الله هيعجبكم جدا وهتبقى مبادره جميله باذن الله. دكتور مايكل الاسواني. ليا تعليق بس مع حضرتك. هي المبادره مش بتاعتي انا لوحدي بس، عشان هو مجامل زياده. شاعرنا القدير محمد المصري مشارك معايا في المبادره دي. وعاوز اقول برضو ان مش هننسى شاعرنا القدير احمد مرسي، لان الوحي والالهام للموضوع ده جه في اثناء تكريم شاعرنا القدير احمد مرسي. طبعا احنا فكرنا واحنا موجودين عند حضرتك كنا منتظرينك، وكان معانا روماني، فابتدى روماني كده يعزف بالعود، فبصينا لقينا الناس بدات تتلم، يعني اتلمت حوالينا بالموبايلات يصوروا فيديو. فمن هنا بقى اخذنا الموضوع ده، وكان بيعزف طبعا يعني مقطوعات قديمه لام سيده الشرق العربي وام كلثوم والفريد الاطرش. فقلنا طب ايه المشكله يا استاذ محمد لو نعمل تخت شرقي ونبتدي نرجع باغاني الجميله اللي احنا فعلا افتقدنا ان احنا نسمعها حتى في الراديو فين وفين، لو بنلاقي او نقدر نسمع حاجه زي كده الا بالصدفه. اكيد احنا محتاجين نرجع للزمن الجميل تاني ونسمع الاغاني الجميله تاني. ان شاء الله ده هيتوفر من خلال احنا يعني مبدئيا حضرنا التخت وجهزناه، وحاليا بننسق انا والاستاذ محمد اهلا وسهلا بالفرقه المحمديه، وصولهم بالسلامه، شرفتونا ونورتونا. بنجهز انا والاستاذ محمد ان شاء الله، وبعد عيد الاضحى كل عام وحضراتكم بخير هنعلن عن موعد اول
فخر عربي ان شاء الله هننسق وهنشوف المكان هيكون فين. شكرا ليك، بس هي الفكره مشتركه، واكيد انا يسعدني ان احنا نكون بنعمل حاجه كويسه انا وحضرتك مع بعض. شيء يسعدنا، وطبعا ما ننساش ونذكر الشاعر الغرامي الشاعر الكبير الاستاذ احمد مرسي على رعايته للمواهب الشابه الصغيره، متمثله في المهرجان الدولي طفوله فوق العاده، وده يمكن ما فيش حد بيشتغل في الموضوع ده كتير، فاحنا بنشكره وبنحييه تحيه كبيره جدا على هذا المجهود اللي بيعمله وانكار الذات في هذا المشروع الجميل. وشكرا. حضرتك المستشار الاعلامي يا استاذ محمد، ده شرف ليا طبعا. ويا دكتور مايكل مساهم معانا في كل المواهب الجديده. عايز اقول لك انه دايما بينكر نفسه، بيقدم للكل وما ما بيعلنش عن نفسه. انا مش عارف ليه بصراحه، بس هو انسان طول عمره كده. فعلا فعلا. لا ده انا اللي بشكركم جدا، وده شرف كبير ان انا اكون مشارك معاكم في المهرجانات الجميله دي اللي بترعى المواهب اللي احنا المفروض بنساعدها، وده دورنا. اي حد يا استاذ، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. وشكرا. شكرا استاذ محمد، شكرا لك. بمناسبة الطرب الأصيل